اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد مع قناه دكتور محمد جوده. الموضوع بتاع النهارده موضوع مهم جدا، وانا حاولت ان انا اجله كذا مره لحد ما ان الاوان ان احنا نعمله. والموضوع بتاع النهارده ممكن ما يستهويش ناس كتير، ومش ناس كتير حابه ان هي تعرف عنه، فلو مش عاجبك الموضوع او انت بتحب الفيديوهات القصيره ممكن الفيديو ده ما يعجبكش. والموضوع بتاع النهارده هو التصلب المتعدد واثره على العين. بيأثر على العين ازاي؟ هنعرف في الفيديو ده. هو بيجي لمين؟ السن اللي بيجي فيه؟ ايه سببه؟ هل في جزء وراثي ولا لا؟ هل فعلا بيسبب عمى على العين؟ وايه هي طرق العلاج؟ عشان نبدأ نشرح في الموضوع ده، معلش انا للمرة التانية بعتذر لكم ان ممكن يكون الفيديو طويل، بس انا مش هقدر اقول لكم ازاي التصلب المتعدد بيحصل وليه اصلا اتسمى تصلب متعدد من غير ما نشرح معلومة بدائية خالص. والمعلومة دي بتقول ان احنا عندنا في جسمنا نوعين من الاعصاب، الاعصاب المركزية وهي المخ والنخاع الشوكي اللي ماشي جوه العمود الفقري، الاعصاب الطرفيه اللي بتغذي ايدك ورجلك وحركه القلب والامعاء ودخولك الحمام. الاعصاب دي بتشترك في حاجه معينه، ان ربنا خالقها متغطيه بماده اسمها المايلين، عامله بالظبط زي البلاستيك اللي بيبقى حوالين اي سلك كهربي. هي اي نعم ماده عازله بتمنع التيار الكهربي ان هو يطلع بره، بس هي كمان بتساعد في سرعه التيار الكهربي. يعني انا لو فكرت كده ان انا امد ايدي قدام حضراتكم، الحركه دي خدت من اول ما فكرت لحد ما مديت ايدي اجزاء من الثانيه. اللي بيساعد ان الموضوع ده والحركه دي تبقى سريعه لو انا عايز اعمل رد فعل سريع هو ماده المايلين. الخلل في ماده المايلين هيأثر على كفاءه وسرعه الحركه العصبيه بتاعتنا. طب انا بتكلم الكلام ده كله ليه؟ عشان للاسف مرض التصلب المتعدد ده مرض بيأثر على مادة الميالين اللي محوطة الأعصاب بتاعتنا، والسبب بتاع الموضوع ده مش معروف. في ناس بتقول إن هو نتيجة هجمات مناعية، المناعة شغالة بتكسر في مادة الميالين، وناس تانية بتقول إن هو بيجي نتيجة عدوى فيروسية، في ناس تانية بتقول إن في حاجات بتزوده زي فيتامين دي لما يكون ناقص، الناس اللي عندهم اوبيزيتي السمنة في الأطفال، والناس اللي عندهم ضغط ومدخني السجاير. الحاجات دي كلها لما تبقى موجوده في مريض الام اس بتكون الهجمات بتاعته شديده والحاله بتاعته صعبه. بيجي في مين؟ بيجي في الاناث اكتر من الولاد بنسبه 3 ل1. بيجي في اللي عندهم من 20 ل 50 سنه، ولما تكون انت حد من الاباء بتوعك عنده المرض فده بيزود نسبه الاصابه بنسبه من 1 ل 3%. وبيجي دايما في صوره حاجه بنسميها ريميت اند ريلابس، يعني بتيجي هجمات تبدا ان هي تتزايد وبعد كده بيتلوها فتره من الخمول تقريبا بيتخف فيها الاعراض كلها. والاعراض بتاعتنا بتكون على حاجتين، الحاجه الاولانيه هي مشاكل في النظر ودي هنتكلم عليها كمان شويه، والحاجه التانيه هي مشاكل تانيه بتتعلق بقى ان حصل مشكله في الاعصاب نتيجه نقص الميلين. والحاجات دي بتتراوح ما بين الارهاق الشديد، ويقول لك ان الارهاق تحس ان كل عضلات جسمك متكسره مع الم فيها، بتيجي اكتر لو جو حر، لو انت عملت مجهود، لو انت كنت تعبان. الحاجة التانية تنميل في أحد من الأطراف، وفقدان الإحساس بحد طرف من الأطراف أنت مش حاسس بيه كويس، تقل في الحركة ومشاكل في المشي، صداع وألم كبير في الراس، ممكن العضلات بتاعتك تكون منقبضة وفيها سبازم. وفي أعراض تانية خفية زي مثلا الاكتئاب، زي عدم التركيز وعدم الاتزان، مشاكل في الكلام والبلع، وكمان مشاكل في دخول الحمام سواء البول أو البراز. بالنسبة للأعراض البصرية بتيجي على شكل انخفاض حاد وسريع في الإبصار، بيصل من 618 ل 660، ما بيحصلش فقدان في البصر. دايما الحالات بتجيلنا من 618 ل 660 مع ألم في حركة العين، فقدان في القدرة على تمييز الألوان بالذات اللون الأحمر واللون الأخضر. بس أحب أطمنكم 85% من الحالات بيخفوا لوحدهم حتى بدون علاج. يعني في بعض الناس احنا مش بنديهم علاج، بس العلاج دوره ان هو بيسرع رجوع البصر للوضع الطبيعي بتاعه. والعلاج بتاعنا بيكون كالتالي: بما انه في الغالب هجمات مناعيه فالعلاج بتاعنا هو كورتيزون، والكورتيزون بتاعنا بيتاخد على مرحلتين. المرحله الاولى وهي مرحله الحقن، وبيتاخد 1 جرام يوميا، حقن وريدي بيتاخد في المستشفى تحت اشراف طبيب الباطني لمده 3 ايام. ثم يتلوه بعد ذلك الاقراص بتاعه الكورتيزون بتستمر لمده 11 يوم. يبقى انا كده قفلت الاسبوعين. العلاج الثاني وهو الحقن بالانترفيرون، وده برضه بيعزز المناعه بتاعتنا. في ناس تانية ما بتستجيبش على الكورتيزون فبيعملوا لهم نقل بلازما. التشخيص بتاع الموضوع غالبا بيكون من الشكوى، واحد جاله مشكله في عينه، فقد النظر، عنده تنميل في ايدين من الايدين، مش عارف ان هو يتحرك كويس، اجهاد شديد والم في العضلات، فغالبا ده عنده ام اس. بس احنا لما بنعوز نتاكد بنعمل فحوصات تانية زي الاشعه المقطعيه،
وكمان في فحوصات ان احنا بنسحب جزء من السائل الشوكي وبنحلله. في الاخر بحب اوجه رساله لكل الناس المصابه بالام اس: تشخيصك بالام اس مش نهايه المطاف. احنا عارفين ان انت في اختبار كبير قوي من ربنا، بس دلوقتي بقى في تقدم هائل في دكاتره الاعصاب، دكاتره الصحه النفسيه، ودكاتره العلاج الطبيعي، كمان مع الدعم بتاع العيله وتفهمهم والاصدقاء والدايره المحيطه بحضرتك. كمان دلوقتي بقى في جروبات للدعم النفسي وناس مشتركة معانا في نفس الشكوى اللي احنا بنشتكيها، ده برضو بيساعدنا ان احنا نتعرف على الاعراض بتاعتنا وكمان نتفهمها، وان شاء الله باذن الله نتقبلها. والعلم دلوقتي بيشتغل على قدم وساق لانتاج ادوية جديدة جدا عشان تخفف الاعراض بتاعتنا من الام اس. ممكن يكون الام اس مش بيتعالج، بس احنا نقدر ان احنا نتعايش معاه. تحياتي مرة تانية لكل واحد من الابطال اللي بيواجهوا وبيعالجوا الموضوع ده.